ازيكم عاملين ايه؟ طبعا انا متأكد ناس كتيرة جدا بالذات اللي مهتمين بموضوع السفر لأمريكا شافوا حفلة التنصيب بتاع ترامب وشافوا الكلام اللي هو قاله في الحفلة بتاعته. وطبعا هو ركز جدا 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 على موضوع الهجرة في العموم. طيب تعالوا نتكلم بأمانة، هل مواضيع الهجرة هل هتبقى سهلة وهل هتبقى مفتوحة زي الأول؟ لا، بنسبة كبيرة لا خالص. أنا في حاجة هقولها، يا بخت الناس اللي دخلت أمريكا في آخر 3 سنين، الفترة بتاعت بايدن، لأن فعلا الموضوع كان سهل جدا. لأن الفترة بتاعت ترامب فعلا هتبقى صعبة شوية على المهاجرين، هيبقى فيه تحريات أكتر، هيبقى فيه تركيز أكتر. هيحاول على قد ما يقدر ان هو ما يدخلش اي حد امريكا، لان الفترة الاخيرة بتاعت بايدن دخل ناس مجرمين كتير جدا، فمليون في المية الدنيا هتبقى صعبة جدا على الناس اللي عايزة تدخل امريكا في موضوع الهجرة في العموم. طيب هو ايه اول قرار اصلا اوريدي اخده؟ ترامب حرفيا حلف اليمين الساعة 12، الساعة 1 قفل الحدود كلها. وقف حجز المواعيد اللي انت بتحجزها عشان خاطر تروح تعمل مثلا مقابلة للهجرة بتاعتك. فلو انت عايز تعمل ابوينمنت او لو انت عايز تعمل حجز في سفارة عشان تيجي امريكا كهجرة او اي حاجة، هو اوريدي وقف الكلام دوت. ليه ترامب عمل الموضوع دوت؟ ترامب الفترة الاولانية بتاعته اللي مسك فيها امريكا، كان حتى اول لما مسك كان عمل بان لدول زي مثلا سوريا والعراق وايه تاني وايران ان هم يدخلوا امريكا. انما المره دي الموضوع يختلف شويه، هو حرفيا ترامب كسب الانتخابات بسبب الموضوع دوت، بسبب ان كل الامريكان اللي موجودين هنا بنسبه 80% كانوا متضايقين او مش عايزين بايدن، لان هو كان فاتح البلد سداح مداح يعني. اي حد كان بيدخل امريكا بسهوله جدا. ممكن تكون انت حرفيا تروح تعمل لجوء سياسي وانت اصلا مجرم، فاهم؟ الدنيا كانت خرابة خالص يعني. فجت في الفترات الأخيرة آخر سنتين ولا آخر سنة، الجرائم زادت جدا، نسبة المتشردين زادت جدا، العمالة البطالة زادت جدا، الاقتصاد في أمريكا مش أحسن حاجة خالص. فطبعا مليون في المية الناس كلها هنا في أمريكا قالوا لا احنا مش عايزين بايدن، فما كانش قدامهم غير ترامب. وهم بالنسبة لهم ترامب زي بقولك ايه، جالهم على الطبطاب. ليه؟ لأن ترامب أكتر واحد ضد موضوع الهجرة للناس اللي هم ما يستحقهاش. الفترة الأخيرة كان أي حد كان بيدخل أمريكا أنت تستحقها ما تستحقهاش، مجرم متشرد قتال قتل، عادي ممكن عادي تدخل أمريكا مفيش أي مشكلة. ترامب السياسة بتاعته مختلفة خالص، زي دايما ما بيقول أنا مش هدخل أمريكا غير الأكفاء أو الناس اللي هو زي ما بيقول لك من الآخر يعني، إن إحنا نعرف يعني إيه نستغلهم زي ما هم ما بيستغلونا. يعني انت جاي امريكا عشان تعيش حياة نظيفة وتعرف تعيش وتاكل وتشرب وتعيش حياة كريمة، في المقابل انت برضو لازم تكون على قد المسؤولية ان احنا نوفر لك الكلام ده. فمش معنى او اللي هو ايه يعني انت ما تبقاش مجرم في بلدك ومش متعلم وما بتعرفش تعمل اي حاجة خالص وتيجي هنا امريكا عايزنا ان احنا نوفر لك كل حاجة. طب انت هتفيدنا بايه؟ فاهم؟ حتى لو نفتكر في ناس كتيرة جدا اتكلمت على الفترة اللي دخل فيها ناس كتير جدا سودانيين لمصر. طبعا مش كلهم يعني، بس في جزء كبير منهم آه، حرفيا متشردين، مخدرات، على زودوا اصلا المخدرات في مصر. مشاكل كتيرة جدا، عصابات حرفيا يعني دخلت جوه مصر، جاي جم من السودان يعني. وناس كتيرة جدا اتكلمت في مصر ان هو انت ده انت زودت المشاكل في مصر، زودت المخدرات في مصر. ليه؟ لان هو زي ما لك ايه ما عملش ايه فلتر من الاخر يعني على الناس اللي تدخل مصر، مش اي حد تدخل مصر، فاهم؟ للاسف الموضوع كان مفتوح جدا، اي حد كان ممكن يجي مصر مفيش اي مشكله. وده زود زي بيقول لك ايه زود المشاكل يعني ما قللهاش. فطبعا الناس هنا في امريكا شافوا كتير جدا الفتره الاخيره بتاعت بايدن ان هو فتح الحدود، دخل ناس كتيره جدا مجرمين قتالين قتله، قلب امريكا خرابه خالص، بالذات الجزء بتاع نيويورك. انت لو نزلت نيويورك اي حد تساله جوه نيويورك نفسه فعلا، كان نفسه فعلا ان ترامب يمسك عشان خاطر يمشي كل الناس ديت. يعني الموضوع ما كانش مش سهل خالص في نيويورك، بالذات نيويورك الموضوع صعب جدا، ده لدرجة ان في واحد دخل في الهليلة دي كده كلها، هو اصلا مجرم يعني سوابق زي ما بيقولوا يعني في بلده. دخل امريكا اتمسك مره كان بيسرق في وول مارت وخرجوه، مش عارف خرجوه ليه يعني او مش عارف الصراحه.
وبعد كده اتمسك مرة تانية من البوليس، كان بيعمل حاجة برضو غلط وخرجوه برضو. المرة التالتة كانت في بنت طالبة راحت زي بارك كده، جنينة تتمشى فيها وتجري وكده. ده طلع عليها من غير اي سبب، من غير حتى ما هو عايز يسرقها ولا اي حاجة، قتلها فاهم. من غير اي سبب خالص يعني فاهم. وطبعا قبضوا عليه واتحكم عليه باين سجن هنا في امريكا مدى الحياة يعني. فطبعا ناس كتيرة جدا 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 بالذات اختارت ترامب بسبب الموضوع دوت، لان هم شافوا ان الجرائم كترت جدا، المشاكل في امريكا كترت جدا، الاقتصاد باظ على الاخر. فعشان كده الناس كلها كانت رايحة لاتجاه ترامب. طيب ترامب عمل ايه؟ ترامب زي ما قلت ما اقدرش اقول ان هو لغى الهجرة، بس موقف مواضيع الهجرة دي كلها لحد لما يظبط البلد. طبعا اغلبية الناس اللي دخلت جوه امريكا في الفترة بتاعت بايدن، كل الناس دي ترامب هيخرجهم بره البلد. عامل تجديدات كتيرة جدا. من ضمن برضو الحاجات اللي يعني مش هيشددوا عليها برضو موضوع الاتش بي 1 فيزا. الاتش بي 1 فيزا ديت اللي هي فيزا العمل، ليه برضو حط هيركزوها شوية، هيركزوا عليها شوية او هيبقى عليها تدقيق شوية. الفترة الأخيرة الاقتصاد ما كانش أحسن حاجة، فالشركات بدأت تعمل إيه؟ بدأت تعين ناس من اللي هم معاهم الفيزا الاتش بي 1 فيزا. الاتش بي 1 فيزا اللي هي فيزا العمل. فزي مثلا أنا مثلا واحد مواطن جوه أمريكا، مثلا عايز مثلا عايز $10,000 مثلا يعني في الشهر فاهم. فهو يقول لك لا انا هديك $10,000 ليه في الشهر، انا هروح اعين واحد على اتش بي 1 فيزا اللي هي فيزا العمل، واديله بدل ما اديله 10 ممكن اديله 5 فاهم قصدي، وممكن اديله 6. وهو طبعا هيرضى بيها لان هو قاعد هنا فيزا عمل. هو اهم حاجه زي بيقول لك عايز سبونسر ان هو يقعده هنا في امريكا. يبقى انا كده بقلل في الفلوس، بقلل في المرتبات، وفي نفس الوقت اللي انا مقعده معايا دوت اللي هو فيزا عمل انا بتحكم فيه يعني. لو قلت له يمين يمين شمال شمال، لان اهم حاجه عنده هو عايز يقعد في امريكا، مش فارق معايا حاجه تانية. فطبعا شركات كتيره جدا جدا استغلت الموضوع دوت لدرجه ان هم كان في يعني احصائيات عملوها، مشوا الفترة الأخيرة دي في شركات كتيرة جدا مشت موظفين أمريكان وعينوا موظفين تانيين على فيزة اللي هم معاهم فيزة العمل. اللي هم جايين هنا في امريكا على فيزا عمل. بس ليه؟ عشان خاطر يقللوا المصروفات بتاعتهم يعني. فدوت طبعا ادى لنسبة بطالة كبيرة جدا في امريكا. ناس كتيرة جدا هنا في امريكا خريجين كليات مش لاقيين يشتغلوا، مش لاقيين فلوس، مش لاقيين ياكلوا، ناس خريجين كليات. ودي كانت نادرا جدا. لو حد اتفرج على الفيديوهات بتاعتي القديمه كنت دايما اقعد اقول عايز تعيش حياه كريمه هنا في امريكا، يا اما حاجه من الاتنين، يا اما يكون معاك صنعه كويسه جدا، او يا اما تكون انت تيجي هنا امريكا تاخد شهاده. الشهاده هنا في امريكا اول لما انا جيت، انت لو معاك بكالوريوس، لو معاك معهد سنتين في حاجه فعلا مطلوبه، انت بتشتغل من وانت جوه الكليه من قبل حتى ما تتخرج. دلوقتي للاسف ناس كتيره جدا معاها ماجستير ومش عارفين يشتغلوا. ليه؟ لان الاقتصاد بايظ خالص. الشركات زي ما انا ما قلت بدات تتجه اللي هي تعين ناس على فيزا عمل عشان خاطر يقللوا المصروفات بتاعتهم. ليه؟ لان هو بيديله فلوس قليله جدا مقارنة بالفلوس اللي هيروح يديها لواحد مواطن يعني. فطبعا ترامب دي من ضمن الحاجات برضو ان هو مركز عليها، موضوع الاتش بي 1 فيزا هيدقق عليها جدا. مش اي حد هيدخل امريكا على فيزا عمل، لازم تكون انت زي بيقول لك نبذة يعني، او انت امريكا من الاخر تقدر تستفيد منك. لكن انت هتيجي امريكا على اساس ان انت مثلا مبتدئ في شغلك، لا. طب لو انت مبتدئ في شغلك، طب ما احنا نعين واحد مواطن احسن يعني. ايه اللي يخلينا ان احنا نعين واحد جاي بره، جاي جوه امريكا وهو اصلا مبتدئ يعني، مش هيفيد حاجه. اما كبالنسبه لموضوع اللوتري بالنسبه للدول العربيه، هم ما قالوش هل الموضوع هيمشي ازاي. لسه ما فيش قرارات اتقالت عن المواضيع ديت، بس بنسبه كبيره يعني زي بيقول لك ايه، هيعيدوا النظر شويه في موضوع التحريات وموضوع البص على الابليكيشن. فسي مثلا لو انت في الفتره بتاعه ترامب ديت هتقدم او قدمت على الهجره، ممكن مثلا الابوينمنت بتاعك مثلا للسفاره ممكن مثلا تقعد مثلا، بدل ما تقعد مثلا شهرين و3 شهور او 4 شهور عقبال ما يحددوا لك ميعاد، ممكن تقعد مثلا 8 شهور 9 شهور، ممكن تقعد سنه كامله عقبال ما يحددوا لك ميعاد في السفاره. ليه؟ لان التحريات الامنيه والمقابلات والكلام ده هتبقى فيها تدقيق جامد جدا، مش هتبقى الموضوع مش هيبقى سهل زي الاول يعني. وان جيت للحق تعالى اكلمك بامانه،
انا والله العظيم نفسي فعلا كل الناس اللي هي نفسها تعيش حياة كريمة تيجي هنا أمريكا وتعيش كويس وتاكل وتشرب وكل حاجة والله. بس إن جيت للحق أنت برضو، يعني أنا برضو قاعد هنا في أمريكا، في حاجات أسباب بتخلي منها ارتفاع الأسعار، بتخلي الاقتصاد يبقى وحش، بتخلي إن مفيش شغل. وطبعا الأسباب ديت الفترة الأخيرة بتاعت بايدن اللي حصلت دي عليها عامل كبير جدا جدا يعني. فهل مثلا ترامب باللي هو بيعمله هل هو صح ولا هل هو غلط؟ لو انت جيت سألتني، اي واحد امريكا جوه امريكا مواطن مليون في المية هيكون مع الكلام اللي بيقوله ترامب. ليه؟ لان هو عايز يعيش حياة كريمة، مش عايز يبقى ماشي في الشارع خايف ان هو يقابله ناس بلطجية يقلبوه ياخدوا منه فلوس يقتلوه. هيبقى عايز طبعا ان هو يلاقي شغل بفلوس كويسة، الشركات ما تستغلش موضوع ان واحد معاه فيزة عمل يدوله مثلا 5 وانت عشان مواطن وعايز 10 فهيقول لك لا مش هنشغلك. فاكيد طبعا اي واحد عايش جوه امريكا مش عايز كده يعني. اسعار الاكل والشرب طبعا غليت جدا عن الاول، اسعار البنزين طبعا غليت جدا عن الاول. ليه؟ لان الاقتصاد وحش. واكتر الاسباب برضو اللي في ناس كتيرة جدا جدا راحت لترامب او متفقة مع ترامب، ان ترامب حتى في الخطاب بتاعه امبارح قال امريكا ما فيهاش غير جنسين، جنس اللي هو الذكر والانثى. مفيش قولة موضوع اللي هو الشذوذ، او اللي هو راجل عايز يبقى ست او ست عايزه تبقى راجل، او لو انت مثلا عندك ابن او بنت عندهم 5 سنين عايزين يحولوا نفسهم جنسيا ما تقدرش انت تقول لهم حاجه. الكلام ده كان موجود عادي في فتره بايدن، حريه الكلام، ودي كانت غريبه جدا. وناس كتيره جدا كانت ضد الموضوع وعشان كده على فكره اتجهوا ان هم يرشحوا ترامب، لان هم ما كانش عاجبهم الموضوع ده تما يعني. فترامب متشدد جدا للموضوع لدرجه ان انا جت عليها فترات كنت ممكن مثلا تروح تقدم على شغل وانت بتملى الابليكيشن يسالك يقول لك انت الجنس بتاعك ايه، هل انت ذكر او انثى، او هل انت مثلا ذكر بس متحول جنسيا تبقى انثى، ولا هل انت انثى متحول جنسيا تبقى ذكر. الموضوع فعلا عارف اللي هو كان غريب قوي يعني. ترامب بقى ما عندوش يوم مرحميني في الموضوع هو متشدد. ما فيش الكلام هو يا اما ذكر يا اما انثى. هل هو مثلا هينزل يفرض الكلام ده؟ لا مش هيفرضه، بس مش هتلاقيه في الابليكيشن وانت بتملاه الناس بتسالك انت ذكر ولا انثى، ولا ذكر وعايز تبقى انثى، ولا انثى وعايز تبقى ذكر، والكلام ده لا، دي هتتلغي يعني. وطبعا انا كراجل قاعد هنا في امريكا، من ضمن الحاجات برضو اللي بسطتني جدا غير طبعا موضوع طبعا التحول الجنسي لان انا طبعا انا راجل متجوز ومخلف يعني، فمش عايز طبعا ولادي يكبروا يشوفوا الكلام والهبل والعبط من ضمن الحاجات برضو اللي كانت كويسة موضوع ان هو طبعا هيوقف جدا موضوع ان هو يدي فلوس لاوكرانيا عشان الحرب، ويدي فلوس لاسرائيل ويعمل الكلام ده كله، لان في ازمة كبيرة في امريكا يعني. فلو انت هتدي فلوس للناس دي كلها، طب ما الناس جوه امريكا اولى بالفلوس ديت. قلل على الاقل الضرايب لو امريكا فيها فلوس، فاهم؟ زود شغل، زود اقتصاد، فاهم؟ بدل ما تروح تدي فلوس لاوكرانيا وتدي فلوس لاسرائيل وفي نفس الوقت تعلي الضرايب على المواطنين بتوع امريكا. فدي كانت غريبه جدا. الفتره بتاعت بايدن الضرايب كانت عاليه جدا، ده لدرجه ان هم كانوا بياخدوا ضرايب على التيبس. يعني انت مثلا وانت شغال في مطعم وطلع لك تيبس، كانوا بياخدوا ضرايب على التيبس اللي بيطلع لك. وكل الفلوس بتاعت الضرايب دي بياخدوها ويروحوا يدوها لاوكرانيا، يروحوا يدوها لاسرائيل. ايه ده؟ كان موضوع غريب جدا يعني. فطبعا ناس كتيره جدا ما كانش عاجبها الموضوع وده زي ما انا ما قلت، دي من ضمن الاسباب ان الناس كلها راحت لترامب، لان هم عارفين ان ترامب بيعرف يعني بيقول لك ايه، يقلب البلاد التانية في فلوس، مش البلاد هي اللي تقلبه في فلوس، فاهم؟ الفترة الأولانية اللي ترامب مسك فيها عمل أكبر صفقة أسلحة في العالم مع السعودية حرفيا. راح قلب السعوديه كلها يعني، اخد منهم فلوس مهوله يعني عشان خاطر بس يديهم شويه اسلحه، فاهم؟ فاي حاجه من الحاجات دي طبعا بتصب في الاقتصاد بتاع امريكا. فانا كراجل مواطن قاعد جوه امريكا انا طبعا هكون مبسوط. ليه؟ لان الاقتصاد هيقوم، هيبقى فيه شغل، هيبقى فيه فلوس، الاسعار بتاعت الاكل والشرب هتقل، فانا هعرف اعيش، فاهم؟ انما للاسف الفتره بتاعت بايدن ما الناس ما كانتش عارفه تعيش، ما فيش فلوس، ما فيش شغل، الاقتصاد واقع جدا. وطبعا هم عمالين يتحججوا ويقول لك اصل في حرب في اوكرانيا، اصل في حرب في اسرائيل، اصل في حرب مش عارفه فين. طيب ماشي، كل الكلام ده انا ما عنديش اي اعتراض فيه. اشمعنى امريكا لازم تبقى متدخله في كل حاجه من الكلام ده؟ يعني في حرب في اوكرانيا
ما بين اوكرانيا وروسيا. ليه امريكا لازم تتدخل وتروح تدي فلوس مهوله لاوكرانيا؟ ليه يعني؟ ما تخلي يا عم الدول الاوروبيه تساعد اوكرانيا، اشمعنى كل حاجه تبقى امريكا يعني؟ وانا زي ما قلت الموضوع ده كان مضايق ناس كتيره جدا، يعني ناس كتيره جدا جوه امريكا كانوا متضايقين جدا، لدرجه ان وانت بنملى الضرايب بتاعت كل سنه فلوس ضرايب بياخدوها من المواطنين مهوله مهوله، وكل الفلوس ديت رايحه الاول لاوكرانيا، وبعد ما حصل موضوع الحرب بتاعت اسرائيل وفلسطين بقت رايحه لاسرائيل. ايه ده يعني؟ فالناس ما بقاش ليها زي بيقول لك ايه نفس حتى تشتغل. ليه انت بتاخد مني ضرايب عشان تروح تدفعها لدول تانية يعني؟ فطبعا ترامب هيقفل المواضيع دي جدا، هيقفلها خالص. حتى هو قال امبارح في الخطاب بتاعه، لو حد سمع الخطاب بتاعه، قال مفيش قولة شيك اللي هو ايه مفتوح الرصيد يعني يبعته لحد. قال الكلام ده خلاص مقفول يعني. دلوقتي اي حاجة هتحصل هتبقى هتصب في مصلحة الاقتصاد بتاع امريكا والمواطن الامريكي. فنهاية الفيديو اكيد مليون في المية الهجرة هتبقى صعبة جدا، مش هتبقى سهلة زي الأول. هيبقى فيه تجديدات جدا، هيبقى فيه تجديدات كمان أمنية وتحريات أكتر، لأن هم مش هيبقوا عايزين أي حد يجي جوه أمريكا. وزي ما أنا قلت، اللي جه أمريكا في فترة بايدن ده نفد، لأن في فترة ترامب الدنيا هتبقى صعبة جدا على المهاجرين اللي عايزين يبدأوا يدخلوا أمريكا. فإن شاء الله ربنا يكرم، وإن شاء الله الموضوع دوت ما يضرش الجزء العرب في العموم، ويضر اكتر او مثلا يبقى عليه مثلا تركيز اكتر للجزء اللي هو مثلا بتاع المكسيك والناس اللي هم من فنزويلا والعب دوت اللي هم بيسموهم اللاتين امريكان، وميبقاش مثلا ايه عليه اضرار للجزء اللي هو او الناس اللي هم العرب. فاهم؟ ان شاء الله باذن الله العرب يبقى الدنيا عندهم اسهل شويه كمقارنه بالجزء بتاع المكسيك والعب دوت. بس ودي كده تبقى نهايه الفيديو، وان شاء الله ربنا المستعان، وان شاء الله خير لكل الناس، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.